بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هو تدعيم مرتضى منصور لقائمة جديدة، كهرباء وكلام متناقض، تمزيق صورة مرتضى منصور، انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان. قبل ما نبدأ الفيديو فياريت تكتبوا لي في التعليقات من تحت قلوبنا مع الشعب المغربي الشقيق. أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة، في ضغوط جامدة جدا إن يتعمل قائمة جديدة. القائمة الجديدة ديت هتكون مدعمة من المستشار مرتضى منصور. القائمة الجديدة ديت هتبقى فيها فاروق جعفر كرئيس نادي، هاني العتال نائب رئيس، خالد لطيف امين صندوق. الاعضاء فوق السن هيكون عبد الله جورج سعد وعلاء مقلد وهشام يكن والحسيني سمير ومصطفى مدبولي ومروة امين الرفاعي، وتحت السن هيبقى احمد هاني زاده. طبعا لو اتعملت القائمه دي بهذا الشكل تعتبر قائمه قويه جدا، وسوف تكون منافسه شرسه جدا في الانتخابات مع قائمه حسين لبيب. ولكن القائمة ديت اللي هيدعمها المستشار مرتضى منصور فيها مشكلة واحدة، ان فيها هاني العتال، والمعروف ان المستشار مرتضى منصور وهاني العتال ما بيتفقوش مع بعض ابدا. فهل مرتضى منصور هيدعم هذه القائمة ولا لا؟ ولكن القائمة ديت فيها اتنين مهمين جدا، وهو علاء مقلد وخالد لطيف. فان هل هيستخدموا الاتنين دولت في القائمة ديت علشان يعملوا طعن على الانتخابات ولا لا؟ ده هيبان في الفترة اللي جاية بعد كده. ولكن برضو الوزارة كانت مهتمية جدا بالموضوع ده، ولذلك هي عاملة تنقية للأعضاء حتى لا يحدث طعن في الانتخابات، وبالأخص لو تمت بشكل سليم. ولكن القائمة هي بتعتبر قائمة قوية جدا جدا، وهتكون ضد حسين لبيب، وسوف تكون منافسة شرسة جدا على الانتخابات في نادي الزمالك. وبيقال برضو أيضا إن في مسؤولين في الدولة عايزين قائمة حسين لبيب هي اللي هي تنجح، ولكن برضو في نفس الوقت مش هيحدث تزويرات في الانتخابات اللي هي هتبقى موجودة. ولكن القائمة ديت المستشار مرتضى منصور سوف يدعمها، ولكن الوقت القادم هو اللي هيبين لنا كل شيء ماذا سيحدث بعد كده. في كمان موضوع مهم جدا، هو موضوع فيه تناقض جدا في الحوار من سيف زاهر الإعلامي والتلفزيوني. سيف زاهر بيتحدث من جديد عن ملف غرامة كهرباء، والكلام هو ان كهرباء بينتظر انتخابات نادي الزمالك وتواجد مجلس جديد حتى يبدأ المحامي الخاص بكهرباء عن فكرة تقسيط الغرامة. في نفس الوقت بيتحرك المحامي الخاص به لإيجاد أي ثغرات لمنع إيقاف اللاعب مجددا في الفترة القادمة، وهي أمر مهم بالنسبة لنادي الأهلي. وشدد ان كهرباء يرغب في التواصل مع المجلس الجديد لتقسيط فكرة الغرامة نفسها، مشيرا كمان ان الفلوس ديت جاهزة مع كهرباء. يعني هو بيقول لك التناقض هنا، بيقول لك في ثلاث حاجات، يقول لك ان هو عايز يقسط، وبعد كده يقول لك الفلوس موجودة عند كهرباء، وبعدين في نفس الوقت هو منتظر مجلس إدارة جديد علشان يعمل عملية التقسيط. وفي حاجة رابعة كمان بيقول لك ان المحامي بتاعه بيتحرك علشان يلاقي ثغرات اللي هي بتؤدي الى ان اللاعب ما يقفش علشان نادي الاهلي ما يزعلش. ده بالنسبه لموضوع كهرباء وسيف زاهر اللي دايما بيقول لك كلام متناقض كده وغريب وعجيب. بعد كده علق المدرب ولاعب الفريق السابق محمد صلاح على واقعة تمزيق صورة رئيس النادي الزمالك المعزول المستشار مرتضى منصور، وعرب عن حزنه بسبب تلك الواقعة، وإنه هو لا يتمنى حدوث ذلك. ده رئيس القلعة البيضاء سواء مرتضى أو غير، وأشار إن فترة مرتضى منصور عدت وخلاص، ويجب أن يوجد استقرار وتكون القلعة البيضاء العامل المشترك. وتابع إن هذا التصرف يقول للقادم إن بعد رحيلك سيحصل فيك نفس الأمر. كل شخص أعطى الفارس الأبيض خلال أي فترة فهو يشكر على ذلك. هو طبعا محمد صلاح زعلان على اللي حصل، إن هم
كسروا صورة المستشار مرتضى منصور من المجموعة اللي هي كانت بتدير نادي الزمالك، من الرؤساء المهمين الذين أداروا نادي الزمالك في الفترات السابقة. فتمزيق الصورة ده ما كانش عاجبه خالص، وإن ممكن يحدث لأي رئيس تاني لنادي الزمالك. الموضوع الأخير اللي احنا هنتكلم فيه، وده موضوع مهم جدا، هي ان انتخابات الزمالك دي ممكن تكون مهددة بالبطلان، لأن في 4 طرق ممكن تهدد الانتخابات من انها يحصل فيها طعون. اول حاجه تنقية الاصوات. هي اعداد كبيره جدا، حوالي وصلت دلوقتي لحوالي 20,000 صوت. هل اللجنه دي هتلحق انها تخلص هذه التقنيه اللي انها تنقي الاعضاء، تنقي الاصوات، ولا لا؟ لان اي صوت غلط ممكن يبطل الانتخابات ده، لانها بتهدد العمليه الانتخابيه بالكامل. ده اول حاجه. وبعدين بيقال تاني كمان ان اللجنة التي بتدير نادي الزمالك الان كان يجب انها تأتي من اللجنة الاولمبية وليس عن طريق الوزارة. بمعنى ان اللجنة الاولمبية هي التي تعين اللجنة الموجودة حاليا، ولكن اللي حصل ان الوزارة هي اللي عينت اللجنة اللي هي موجودة حاليا، اللي هم الاعضاء اللي هي ال3، وده بيعتبر غير قانوني في الانتخابات. ده كمان ممكن يؤدي الى البطلان. في ناس كمان بتشكك في استقالة عماد البناني من وظيفته، لأنه لن يترك وظيفته لغاية دلوقتي، لأنه بيقول لك كمان مش معقول حد بيضحي بوظيفته علشان يشتغل 50 يوم في لجنة في الزمالك، لأنه هو ما زال رئيس للاتحاد العربي لغاية دلوقتي. وإنك أنت علشان تكون رئيس للاتحاد العربي لازم تكون رئيس برضه للاتحاد المصري. ففي شك كبير جدا في استقالة عماد البناني اللي هو من وظيفته، ولذلك ده برضو ممكن يبطل العملية الانتخابية. بيقول لك كمان آخر حاجة، يعني بيقول لك إن ممكن يحصل إيه؟ بيقول لك إن حسين لبيب نفسه دخوله الانتخابات هو بيعتبر دخوله باطل. ليه؟ لأن عضويته رياضية، ويجب أن تكون عضويته تكون عاملة ومر عليها على الأقل سنة علشان يقدر يدخل الانتخابات. يعني هو كمان حتى حسين لبيب لو فاروق جعفر او اي حد ان هو قال ان عضويته غير حقيقية، فممكن ان هي يحصل بطلان له. والدليل على كده ان كمان ميدو في البرنامج التلفزيوني بتاعه قال، ميدو طلب عدم عمل طعن على اي اجراءات الانتخابية ولا نتيجة الانتخابات مهما كانت النتيجة. ده بنتمنى طبعا بعد ما تحصل عمليات الانتخابات بالنسبة للزمالك والنتيجة تحدث، كل شيء ينتهي. يا ريت ما يحصلش اي قواضي او طعون ضد الانتخابات، لان ده هيوضع تاني نادي الزمالك في مأزق كبير جدا، وهنخش حفرة مش هنطلع منها تاني. احنا دلوقتي عايزين كله يجتمع الى هدف واحد، اللي هو ان النتيجة لما تطلع كله يتقبل هذه النتيجة. اللي خسر خسر واللي نجح نجح، وان اللي خسر ده يقف مع اللي هو نجح، لان الزمالك هو الاهم. ده كان فيديو النهارده. الف شكر يا جماعه، ولا تعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.